لو انت بتشطب شقتك تابعني، ادخل شوف، هتشوف شغل وشقق كتير جدا مختلفة. هتستفاد حاجتين: الحاجة الأولى لو انت بتشطب لوحدك هتلاقي معلومات كتير جدا تقدر تستفاد بيها، ولو انت جايب شركة أو مهندس برضو هتلاقي ديزاين لشقق كتير ممكن تعمل زيها، فمش هتخسر حاجة. كلاينت هنا مهندس ثابت بره مصر، اتعاقد معانا ومضينا العقد اونلاين وبدانا نشتغل وخلصنا الحمد لله على خير زي ما انتم شايفين. شغل مع المهندسين بيبقى صعب شويه، بس اللي فاهم بيريح. الحمد لله خلصنا على خير وعملنا ديزاين مختلف عن كل الشقق اللي احنا اشتغلناها قبل كده. النجاح الحقيقي والفرحة لينا كشركة وكتيم بيشتغل يوم التسليم ده. اليوم ده لما بنغسل الشقة ونسلمها بالشكل ده نبقى وصلنا لمرحلة الفرحة اللي زي فرحة العيد كده. ليه؟ لأن احنا بنبقى كده في الوقت ده احنا نجحنا الحمد لله، قدرنا نخلص ونسلم على خير، ما حصلش أي حاجة بيننا وبين الكلاينت لحد ما غسلنا شقته وسلمناها له على خير بفضل الله. اشتغلنا على التجاريد الخشبية بالشكل ده. هنا خشب طبيعي قشر قرو ودهناها بالأسطر مع الإكليريك بشكل جميل جدا. وكمان عملنا الفيوتك، وده مش فيوتك، ده خشب قطعناه MDF على الراوتر عشان نوصل لمستوى الديزاين يكون بالشكل ده. شكله جميل جدا ومختلف عن بقية الشغل اللي احنا بنعمله بالفيوتك. كمان اشتغلنا على حاجات بسيطة زي مثلا الدهان بتاع لوحة الكهرباء بنفس لون الحيطة علشان خاطر ما تبقاش شكلها مختلف عن باقي التفاصيل اللي موجودة في الحيطة. في حالة ان احنا مش بنجلدها فبندهنها بنفس التجاريد. عملنا تكييفين 3 حصان في الجزء ده، وقدرنا طبعا من اول ما بدأنا في توزيع الفرنتشر ان احنا نعمل هنا مكان للسفرة وهنا مكان للانتريه في الجزء ده. وعملنا 3 حصان للجزء ده يغذي الجزء ده تكييف 3 حصان، والجزء ده تكييف 3 حصان علشان نقدر نوزع الكهرباء بشكل جميل. الجبسن بورد الفلات والهيد لايت او الشادو جايب على الحيطه بشكل جميل. زي ما قلنا قبل كده ان الشادو جايب في منه باضاءه وفي منه من غير اضاءه، وانت بتاسس طبعا في الجبسن بورد لازم تعرف ان انت هتعمله باضاءه ومن غير اضاءه، لان كل عود ولما بتشتريه بيبقى في منه باضاءه وفي منه من غير اضاءه، طبعا السعر بيختلف كمان. النجف بشكل جميل مع الفلات جبسن بورد مع توزيعات الاضاءه في الاماكن المناسبه زي ما قلنا. البورسلين هنا لما جبناه كان البورسلين فيه تجزيعتين مختلفين. كان في ايدينا حاجتين: يا اما نعمل التجزيعه مختلفه يا اما نعمل ماتشنج كده في صف واحد بين التجزيعه الثقيله والتجزيعه الخفيفه. ففرزنا البلاط كله وجبناه على جنب وطلعنا طبعا كام بلاطه وقدرنا نعد عدد البلاطات وقدرنا نوزع هنا صف كده تجزيعه ثقيله وهنا صف بتجزيعه ثقيله وهنا صف بتجزيعه، وناخد صفين هنا وصفين هنا بالتجزيعه الخفيفه. عمل ماتشنج برضه وخلى الشكل جميل. كمان الماتشنج مع الالوان، قدرنا نعمل التجاريد دي مع مكتبه التلفزيون بشكل جميل. ماتشنج برضه مع باب الشقه، كل ده عمل ماتشنج مع بعضه بالالوان. وكمان خلينا بيبان الغرف بلون تاني مختلف عشان طبعا نكسر الالوان ونخليها شكلها مميز. هنا برضو قشر قرو وتجاليد وباب بيبان عموله بشكل جميل ودهان الاسطر بلون مختلف باختيارات الكلاينت طبعا، والمهندس ثابت هو اللي اختار اللون ده. والالوان دي جميله جدا وهاديه. حمام الضيوف المهندس ثابت قال انا عاوز فيه خلاط دش بالشكل ده. قدرنا نعمل خلاط الدش العادي، مش طبعا الخلاط الدفن، بس هو دفن زي ما انتم شايفين، والخلاط خارجي وهنا مكان صندوق الدفن والقعده. وطبعا التفاصيل الصغيره بتفرق معاك، يعني شايف فتحه الباب مع القعده، التفاصيل الصغيره دي بتفرق معاك جدا علشان تقدر تطلع الشغل يبقى مظبوط ومنسق. الحوض ده جه بالمرايه بتاعته شكله جميل مع السيراميك زي ما انتم شايفين لون واحد. كل التفاصيل دي. الشفاط في طبعا احنا بنعمل شفاطات بيلت ان في السقف، بس هو الكلاينت هنا طلب برضو المهندس ثابت ان الشفاط يبقى في الشباك. في تفاصيل كتير جدا هنا طبعا مش عاوز انسى منها حاجه. هنا العتب كان هنا في مستويين، فقدرنا نعمل العتبه دي بشكل مضيء وشكل مختلف في اللون كمان عشان ما حدش يتكعبل فيها. لازم اي عتبه في مستوى زي كده لازم تبقى بلون مختلف عشان كله يخلي باله منها. المطبخ هنا قدرنا نجيب الباب في النص زي ما بنعمله على طول، وقدرنا نجلد التجاليد الخشبيه دي ودهناها نفس دهانات الابواب علشان تعمل ماتشنج مع ابواب في الطرقه. وهنا قدرنا نوزع كل حاجه هنا في المطبخ بطريقه جميله. وقدرنا هنا غساله الاطباق وهنا مكان الحوض وهنا مكان لسخان
غاز. وطبعا هنا كمان للثلاجه والديب فريزر. وقدرنا نوزع المطبخ. طبعا الاضاءات في المطبخ بنحاول نخليها قويه شويه، مع كمان الاضاءات الليد بروفايل بنفضل ان هو يبقى في المطبخ عشان يدي كمان اضاءه كويسه لست البيت. الابواب زي ما قلنا ابواب عموله شكلها شيك جدا، وكل تفصيله فيها معموله بشكل جميل هادي شيك. الحمام الرئيسي تحفه. الحمام الرئيسي هنا انا بعشق المط جدا. المط بيدي فخامه للمكان وللحمام بالذات، وبيخليه شكله جميل. عملنا 2 بارتيشن هنا على الحوض، والحوض هنا متر، مع طبعا الادراج، وهنا المرايه بشكل مجعد شكلها شيك جدا، وهنا مكان للغساله، وهنا مكان للقعده. وعملنا برضو بارتيشن عشان الميه ما تجيش على القعده. هنا خلاط دفن بوش صغير شكله جميل جدا، مع الخوارنقات. الطاسه هنا معموله في الحيطه مع الهند كده بشكل جميل، وهنا خوارنا فوق القعده، وبرزنا بيت شباك وخليناه في الجزء ده مع الشفاط في السقف. البلاطه هنا 60 في متر و20 مط شكلها جميل جدا، مع السقف الجبسن بورد، توزيعات الاضاءه وتوزيع الليد بروفايل، المفاتيح ساس نوف. كل التفاصيل دي بتفرق معاك وبتخلي الشقه شكلها جميل وشيك. كل تفصيله صغيره موجوده في المكان بتفرق معاك وبتخلي شكل المكان جميل. هنا الواح الفيوتك استربات هنا حطيناها بشكل جميل على الكومود من هنا ومن هنا، وهنا مكان للسرير والتكييف. المكان المناسب اللي احنا بنفضله ان هو يكون في ظهر السرير، وهنا مكان للتلفزيون، والجزء ده فيه مكان للدولاب، وهنا مكان للتسريحه. والدليات اللي شكلها شيك جدا دي برضو بتدي شكل وديزاين مختلف تعالى اوريك كده كمان التفصيله بتاعه الابواب. وطبعا الكاوتش اللي الناس كلها بتتكلم عليها كلنا بنعملها وشكلها جميل جدا. بتعمل في الباب، بتخلي تكه الباب كده وقفلته شكله حلو، مع كمان مانع للصوت. هنا غرفة قدرنا برضو نوزع فيها مكان للتلفزيون في الجزء ده، وعملنا الجنب ده مختلف مع اختيارات برضو المهندس ثابت اللي طلب منا ان احنا نغير نخلي فيه جنب لون تاني في الغرفة. هنا مكان للسرير، وهنا مكان للدولاب ومخارج الكهرباء. هنا بنخليها دلوقتي معظم الدواليب اللي طالعة فيها اضاءات، فبنخلي مخارج لدولاب في ظهر الدولاب. عندنا هنا مكان للتكييف وبيت الستارة والليد بروفايل والدليات اللي هي السم اللي شكلها شيك جدا. دي كانت بذوق برضو الكلاينت، وحاجه جميله جدا وشكلها شيك. عندنا الغرفه الماستر، طبعا الباركيه وشرايح الباركيه اللي بنعملها في الغرف. هنا عندنا التكييف، وطبعا كل هنا مكان للسرير. وقدرنا نعمل طبعا برضو نفس الكلام مع استربات الفيوتك، وتاخد نفس اللون مختلف مع خلفيه السرير. وهنا مكان للاثنين كومود، وهنا الدليات بشكلها شكلها شيك. وهنا في الدلايه بتاعه السقف شكلها جميل ورقيق جدا، مع الليد بروفايل والسبوتات، وتوزيع الاضاءه في الاوضه مناسب وشكله شيك جدا وجميل. البورسلين طبعا بنستخدم البورسلين في الطرقه، وعملنا هنا في الوزر الاستانلس. هنا لوحه الخدمات، تفاصيل كتير جدا، يا رب ما يكونش نسيت منها حاجه. وفي نهايه اي تسليم انا بحب اشكر الناس اللي بتتعب معانا، الناس اللي بتشتغل وبتجتهد على البروجكت اللي احنا بنشتغل عليه، في من اول العامل اللي بيطلع الخامات، والصنايعي اللي بيصنع، والمهندس اللي بيشرف. وكان في هنا مهندسين كتير عشان هو الشقه دي قريبه من مقر الشركه عندنا. كان في مهندسين كتير جدا كان بيجوا الشقه دي، بشكرهم جدا على مجهودهم، وبشكركم جدا على متابعتكم ليا. وما تنسوش تابعوني، هتستفادوا ان شاء الله كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.